مع السلامة ومرحبا بكم. رجعت لكم اليوم بريسيت جديدة، مرقة لوبيا بالبقري والمالح. هذوما هما المكونات كيف ما تراو. ومن بعد حطيت اللوبيا تتصمت وحدها، سخنت الماء شوية وحطيتها، حطيت الماء يسخن، كيف غلي حطيت معاه اللحم ومعاه بصلة، زدت عليها 3 مغارف طماطم معجونة، حطيت 2 مغارف فلفل ملحي، مع 4 سنينات ثوم، ومغرفة صغيرة ملح خاطر باش نحطو الفريون باش ما تبداش مالحة، ومغرفة صغيرة فلفل أكحل، ومغرفة تابع، وشوية زيت زيتونة في الآخر. ومن بعد نخليها تغلي حتى لين تطيب ويطيب اللحم. هوني كيف طابت اللوبيا شوية حطيتها تغلي مع المرقة واللحم. كيف طابت اللوبيا وطاب اللحم غسلت المالح وحطيتهم معاهم في الاخر. كيف ما تراو هوني طابت مرقة اللوبيا متاعنا. هذه ريزلتا فينال، ان شاء الله تطلع عجبتكم. عملت معاها شوربة تشيش بالحوت، وعملت معاها طاجين. ان شاء الله تنال اعجابكم يا ربي. ما تنساوش باش تقولوا لي رايكم في كومنتير، وان شاء الله نتلاقاو في فيديو جديد. صحة بالشفاء لكم، ان شاء الله رمضانكم مبروك مرة اخرى.